برحب بكم مشاهدينا على الهواء مباشرة في مثير للجدل. زي ما حضراتكم سمعتوا أو شفتوا بعض الفيديوهات اللي انتشرت على المواقع الإخبارية المختلفة، متطرف ينتمي للدين الإسلامي احتجز رهائن في العاصمة الأسترالية سيدني، وأجبر هؤلاء الرهائن على رفع العلمية، العلم الأسود بتاع داعش بتاع القاعدة. الحقيقة مش فارقة العلم ده، للأسف الشديد طبعا مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله. النتيجة طبعا كانت استنفار عالمي على ما حدث، ومظاهرات في ألمانيا ضد المطالبين بحق اللجوء لأوروبا والألمانيا. يعني المسلمين اللي عايزين يعني يطلبوا لجوء ولا حاجة خسروا كتير. طالبان في باكستان مشكورة دخلت مدرسة قتلت يقال 100 طالب، وفي رواية أخرى 128 طالب و12 مدرس، يعني قتلوا 140 نفس التي حرم الله قتلها. كل هذا المجون يتم باسم الإله، كل هذا المجون يمارس باسم نصرة الإسلام، بيتقربوا إلى الله بترويع الآمنين واختطاف رهائن وقتل النفس. وباكستان اللي كانت وقفت عقوبة الإعدام لسنوات رجعتها مرة أخرى. حول كل هذا المجون مشاهدينا نتباحث في هذه الحلقة، ومعنا على الهواء مباشرة الدكتور علي مبروك، أستاذ الفلسفة الإسلامية في جامعة القاهرة، وهو أحد تلامذة الدكتور نصر حامد أبو زيد الله يرحمه، والعمر الطويل ليك يا دكتور. أهلا بيك. ربنا يخليك. ويرحم شهيد الكلمة فرج فودة. يعني كل هذا المجون اللي احنا بنشوفه، القتل وترويع الآمنين واحتجاز رهائن، النكد ده كله اللي احنا شايفينه باسم نصرة الإسلام، المصطلح ده بقى ملتبس جدا وأصبح مصطلح مثير للجدل. وإيه اللي بيحصل؟ في إيه؟ والله ما يحدث يعني هو انفجار ما يمكن أن نقول أنه العقلية التقليدية، انفجار التخلف ببساطة هو الذي نشهده الآن. ما يحدث الآن هو سقوط مشروع في الحقيقة في التحديث أو في محاولات التحديث المشوه اللي هي بلغت ذروتها في هذا الذي نراه. ما يحدث أيضا هو علامة أساسية على أنه ما يقال أنه مشروع النهضة في العالم العربي والإسلامي قد بلغ. تقصد أي نهضة؟ لأن طبعا ذروته. مشروع النهضة ده يعني اقترحه السيد مرسي العياط في غفلة من الزمن. لا، أنا بتحدث عن مشروع النهضة الحقيقي، العالم ليست العربي، النهضة الإسلامية. العالم العربي السياسي منخرط فيه بقاله قرنين دلوقتي، على مدى قرنين العالم منذ مجيء الفرنسيين إلى مصر. أنت عارف حضرتك، أنا عفوا بس طبعا حضرتك صح، لكن حتى المصطلحات شوهت. يعني مصطلح النهضة ومشروع النهضة ده بقى سيء السمعة دلوقتي، لأنه طرحوا جماعة الإخوان المسلمين وأنصار الإسلام السياسي علشان يدمروا المجتمع ويسيروا بيه للوراء، لكن باسم النهضة. ده صحيح. فيعني ما يحدث هو النتاج، هو الحصاد المرير لتجربة حاول فيها العرب وحاول فيها المسلمين ان هم يخرجوا من العصور الوسطى الى عالم حديث مختلف، الى قيم مختلفة. لكن لسوء الحظ يبدو انه الفشل كان نصيب هذه التجربة، على النحو اللي هو لابد ان يفتح الباب الان للتفكير في اسباب هذا الاخفاق. لماذا اخفقت تجربة النهضة، تجربة التدمير، تجربة التحديث في العالم العربي والإسلامي؟ لماذا انتهت إلى هذه النهاية طب التي حضرتك نشاهدها؟ يعني حكمنا خلاص إنها انتهت وفشلت، ولا لسه في أمل؟ يعني في تصوري بالصيغة القديمة، بالصيغة التي استمرت على مدى القرنين الماضيين، النهضة مشروع أعلن فشله، لأنه الصيغة القديمة كانت قائمة على نمط من ما يمكن أن يقال أنه التحديث البراني، التحديث في العالم الخارجي، التحديث في الواقع، دون أن يكون ذلك مصحوبا بعمل حقيقي على تغيير البنية الذهنية، تغيير العقلية، الحراك الحقيقي. بالضبط. يعني التغيير الحقيقي، وهذا هو الذي ينبغي أن نستوعبه الآن، ليس أن تجري تحديثات هيكلية في الواقع مع قيمة وأهمية هذه التحديثات. أنا لا أقول أن الناس تتوقف عن إجراء هذه التحديثات، هذه تحديثات مهمة، لكن لابد أن يكون ذلك مصحوبا أيضا باشتغال حقيقي على العقل، على الذهنية التي تنتج المعرفة. لأنه الذهنية المهيمنة التي تمارس كل هذه الأفعال اللي حضرتك تفضلتي بالإشارة إليها، أعمال العنف والدم التي تمارس بقوة على العالم، في العالم الإسلامي كله، يمكن في العالم كله في الحقيقة. وصلت استراليا هي دكتور. بالضبط، العالم كله تحول إلى ساحة
لعنف ودم. بتصور أنه هذه الممارسات المسؤول عنها هو هذه الذهنية التقليدية. إذا من هنا جاء داعش. يعني دكتور علي، مشاهدينا كان عنده مقال نشر في جريدة الأهرام عنوانه من أين جاء داعش، وإحنا الحقيقة اللي بنتساءل من أين جاء داعش. بالتأكيد إحنا ما صحيناش من الصبح لقينا داعش حوالينا، بالتأكيد الموضوع كان قديم وكان تراكميا، وربما يوجد دواعش حوالينا وإحنا مش واخدين بالنا، وتأتي الحروب أو النار من مستصغر الشرر. يعني مهما اعتقدنا أنه في حاجات بسيطة يعني تبدو لطيفة تبدو وسطية، لكن في واقع الأمر هي تربي وتخلق ذهنية، وبالتالي التنبه ليها هام. زي ما شفنا شعار الإسلام هو الحل، ومؤخرا عندما تصدت الداخلية لشعار آخر هل صليت على الرسول اليوم، إن حد يحقق معاك ويسألك ويفرض عليك ويعني زي ما يكون فعلا بيحقق معاك وبيستجوبك. ما هو ده يا أستاذة مرتبط بإيه؟ مرتبط بأنه يعني ما أشير إليه أيضا أنه هو التنوير المهزوم، التنوير الذي تمت هزيمته. طب ليه بنحكم عليه بالهزيمة؟ يعني مش لسه الطريق طويل؟ مش النضال مستمر يا دكتور؟ طبعا ما هو عندما لابد لكي يستمر النضال أن نحدد أين نحن الآن. صحيح. يعني الواقع اللي بنتحرك فيه بيدينا هذه النتيجة. حضرتك بتشيري إلى ظواهر، إلى شعارات بيتم رفعها وبيتم يعني التسلط على الناس بها في الحقيقة، لأنه ما يمارس هو شكل من أشكال سطوة. التسلط على الناس. هذه الأسئلة اللي هي بتريد أن تحيل المرء، أن تجعل من المرء مجرد متلقي، مجرد خاضع لشكل من أشكال الوصاية. عندما يسألك أحد هل فعلت كذا اليوم، هو يضع نفسه ببساطة في موقع الوصي عليك الذي وهذه الوصاية تفترض أنك قاصر وأن عقلك قاصر، وأنه في الحقيقة يعني إذا شئنا أن احنا نضبط المفاهيم، التنوير ببساطة يعني بحسب الأوروبيين أنفسهم، بحسب الفيلسوف الألماني كانت في كتابه في مقالته الشهيرة ما هو التنوير؟ التنوير هو أنه البشر يخرجون من حالة القصور التي هم عليها إلى حالة الرشد وإلى حالة البلوغ، إلى الحالة التي يكونون فيها قادرين على التفكير بأنفسهم. أهم شيء أن يفكروا بأنفسهم. فهذه الأسئلة اللي حضرتك تفضلت بالإشارة إليها بتقول لنا ببساطة أنه نحن أمام أناس يتصورون أن معهم حقا وصائيا يمارسونه على الناس، فيفرضون عليهم أن يكون الحل في كذا، أو يكون عليك أن تفعل كذا، وهل فعلت كذا، أو لو تفعل ومش بس كده، هو مش بس وصي، ده هو بيفرض عليه. يعني احنا شفنا في موقف أجبروهم ان هم يرفعوا العلم الأسود بتاعهم. طبعا هيقولوا وماله، رافعين علم عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله، دي حاجة لطيفة جدا، بس ما ينفعش ان انا احتجزك في مكان، ما ينفعش ان انا يعني عنوة اروعك واحتجزك واجبرك انك ترفع هذا الشعار وتقول لي وماله، يعني ده رافعين الشهادتين، بس هل بالطريقه دي؟ ما في ناس ممكن تزايد تقول هم رافعين ايه، يعني هم رفعوا حاجه قبيحه لا سمح الله، دول رافعين كلمه عظيمه جدا والشهادتين ماشي، بس احتجز رهائن، هل يعني هل ده شيء مقبول؟ لا، هو بصرف النظر، هو لابد ان يكون الرد على هؤلاء بصرف النظر عن المضمون المطلوب مني رفعه، هو انني مجبر على ان ارفع هذا. هو مسألة الإكراه، مسألة الفرض. يعني إذا كنت أنا حتى بنطلق من كوني مسلم، عندي كتاب مقدس بقرأ هذا الكتاب طول الوقت، أو في بعض الأحيان على الأقل، أو بسمعه، فالمؤكد أنه في وقت من الأوقات سمعت آية بتقول أنه لا إكراه في الدين. تأكيد. فرفض الإكراه لا يمكن أو الإكراه لا يمكن أن يكون جزءا من بنية أي دين، ولا صحيح. بنية أي ثقافة، ولا بنية أي أخلاق. صحيح. فالأمر هنا ليس متعلقا بماذا تجبر الناس على أن يرفعونه، ماذا تفرض على الناس، لأنه يعني إذا كان الأمر متعلق بما الذي تفرضه على الناس، نحن نفتح الباب لكل أصحاب الوصاية أيا كان صحيح. المضمون الذي يفرضونه على الناس أن يفرضوا على الناس ذلك. لا، وده اللي حصل الحقيقة. دكتور علي، الدكتور علي الكلام اللي بيقوله حقيقة تحقق بالفعل. مفتي استراليا السيد تاج الدين هلال، مش هقول عليه الشيخ الحقيقة لأن أي حد كده يعني يقولوا يا شيخ، يعني مسلمين في استراليا مثلا طبعا يحرض دول ستات عاملين احتجز الرهائن، خدوا وروح محتاج الإسلام
وبالطبع السيادة بهذا ده بالضبط. وفي أن صحيح. الفهم لأن اللي هو نفسه داخل الإسلام تقصد هذا الآخر. أنا أتحدث عن أنه هذا الفهم، هذه الذهنية التي ترسخ، لا أتحدث عن شيء آخر، أنا أتحدث عن أنه هذا الفهم، هذه الذهنية التي ترسخ للعنصرية والنظر للآخرين على أني أكثر تفوقا، أكثر سيادة، وأن الآخرين لابد من إقصائهم واستبعادهم، أو على الأقل يكونوا موضوع لهيمنتي وسيطرتي وسطوتي. فإحنا في حاجة الآن إلى أن ندرك أنه المشكلة في هذا الفهم، وهذا الفهم لا يتفق مع القيم التي يعيش فيها البشر اليوم. البشر اليوم بيعيشوا في إطار يعني تفكير مختلف، بيعيشوا في إطار فلسفة قايمة على أنه لا يوجد أي شكل من أشكال التمييز بين الناس على أساس الدين أو على أساس العرق أو على أساس الجنس أو النوع أو المذهب أو الطائفة إلى آخره. عشان كده دكتور علي كان عندك مقال عنوانه أو بما معناه عفوا أن أيديولوجية داعش هي نفسها أيديولوجية إسرائيل، ويا ريت تفسر لنا ده. هي فكرة الدولة الدينية التي تقوم على أساس ديني. بالضبط. فكرة النقاء الديني، فكرة انه للغرابة انه باكستان نفسها اللي حضرتك تفضلتي بالاشارة الى ما حصل فيها، هي نفسها يعني كانوا في منتصف القرن الماضي كان بينظر الى دولتين في العالم قايمين على اساس نفس الايديولوجية، نفس الفكرة، فكرة النقاء الديني. كانت باكستان من جهة لأنه باكستان كانت الإيديولوجيا المحركة وراء الآباء المؤسسين لهذه الدولة هي دولة للمسلمين وحدهم، ودستور يحكم المسلمين وحدهم. وأظن أنه تفكير أبو الأعلى المودودي معروف تماما في هذا الإطار. نفس المسألة كانت إسرائيل أيضا. إسرائيل الآن لا يزال مطلبها من المعلن بشكل دائم دولة لليهود فقط. عندما ننظر أيضا إلى الممارسات الداعشية فنجد أنه والطريقة التي تعاملوا بها مع المسيحيين في العراق أو مع الأيزيديين أيضا في العراق، بنجد أننا بإزاء نفس التفكير اللي هو قائم على طرد الآخرين أو استعبادهم، يا إما تترك المكان أو يتم استعبادك ويتم تحويلك إلى رقيق يباع ويشترى مع المسلمين. يعني أنا سامعين النهاردة أنه داعش هتقتل 156 سيدة رفضوا جهاد النكاح مثلا، حتى في إطار المسلمين. ده السؤال، أنه هل الدين الإسلامي في حد ذاته؟ ما هو طبعا يعني أنت أبحاث حضرتك كانت بتقولها لفتت نظري، جملة قالها الدكتور علي انه ما فيش نظام حكم معين في الاسلام طبعا. والرسول له عبارته الشهيره طبعا. انتم اعلم بشؤون دنياكم. وبالتالي موضوع الخلافه موضوع الامامه، رساله الدكتوراه الخاصه بالدكتور علي مبروك كانت عن او كان عنوانها الامامه والسياسه. نعم. خلط نعم. يعني عندما العمامه ترتدي او يعني لازم تتحط لزاما على راس الحاكم. الاسلام في عنده تجربه سياسيه، لكن أو في تجربة سياسية ممكن نسيبها للإسلام، لكن ما فيش أصول في الإسلام يمكن القول أنها يعني أسست للممارسة السياسية. المسلمين دائما طول الوقت بيرجعوا إلى تجربة، وفي تجربتهم السياسية في الحقيقة التجربة حتى القديمة المسلمين كانوا مفتوحين على تجارب الآخرين. يعني فكرة الدولة، فكرة تأسيس الدواوين، يعني تأسيس الدولة كجهاز يشتغل، هذه الفكرة كانت فكرة مستعارة من خارج الجزيرة العربية، لأنه الجزيرة العربية كانت خلوا من أي تراث سياسي، سواء تراث نظري أو حتى تراث في الممارسة السياسية. وبالتالي فالمسلمين عندما اتسعت عندما خرجوا من الجزيرة العربية بدأوا يفكروا في تأسيس في تنظيم الإدارة شؤون المسلمين. فبدأ التفكير في دولة، والتفكير في دولة ده بدأ مع عمر بن الخطاب نفسه، وعمر بن الخطاب اقترحت عليه فكرة تأسيس الدواوين، وهي دي كانت البذرة الأولى التي ابتدأ منها تأسيس دولة للمسلمين. وبعدين لو كانت المسألة متعلقة بأنه الخلافة ذات أصل ديني، يعني الناس يعني ايه اصلا خلافه يا دكتور؟ يعني أن يكون هناك خليفة للرسول يقود الأمة الإسلامية بعد وفاته. في الحقيقة الناس أحيانا إذن الأزمة من أول سقيفة بني ساعدة. دعين الموضوع قديم أقدم حتى على فكرة من أجواء الفتنة الكبرى. على فكرة لو تأملنا في سقيفة بني ساعدة وفيما جرى فيها وفيما لحق بها،
ندرك أنه كل تعاملات المسلمين بتؤكد على أنه السياسة شأن إنساني خالص. يعني كل الممارسات التي تمت في السقيفة، ما الذي كنا دلوقتي بنتكلم على أنه السياسة مرتبطة بصراعات القوى وتوازن القوى. هي السلطة، كان هناك صراع على السلطة. هذا الصراع على السلطة كيف تم حسمه؟ في الحقيقة تم حسمه استنادا إلى مبدأ القوة، استنادا إلى مبدأ القوة بشكل أساسي، استنادا إلى مفهوم القبيلة. القبيلة هي التي تغلبت في سقيفة بني ساعدة، ولم يكن هناك احتجاج في السقيفة. يعني لم يحتج أي طرف على أنه الأولى بخلافة بأن يخلف النبي في حكم المسلمين. لم يحتج أي طرف من الأطراف الفاعلة آنذاك بنص ديني أو بنص بس ديني ده حصل من القرآن. في الفتنة الكبرى اللي احنا بنعيش أجواءها دلوقتي يا دكتور علي. يعني أيضا في الفتنة، يعني تحليل الفتنة. وبس قبل أن أنتقل للفتنة لو سمحتي لي يا أستاذة، أشير إلى ما جرى حتى من أبو بكر كأول خليفة للمسلمين. الناس تردد كثيرا العبارة اللي قالها أبو بكر فيما نقول أنه خطبة العرش، عندما قال للناس وليت عليكم ولست بخيركم. واعتقد انه الرئيس الاسبق محمد مرسي استخدم هذه والسيد حازم صلاح ابو اسماعيل ايضا استخدم هذه العباره، بس على طريقه لا تقربوا الصلاه. على فكره ما كانوش بيقولوا الجزء الثاني منها، فقوموني دي ما كانتش بتتقال بالضبط. فان احسنت فاعينوني وان اسات فقوموني. هذا يعني ما الذي يعني ذلك في الحقيقه؟ يعني ذلك ببساطه اننا امام حاكم يقول للناس انكم اصل هذه السلطه، وبالتالي فالأمر لكم. أنتم الذين إذا أحسنت تستطيعون أن تدعموني وعلى أن أستمر في هذه السلطة، وإذا لم أحسن عليكم أن تقوموني وتطلبوا. هذا فهم للسياسة على أنها شأن بشري. التحول سيحدث في الحقيقة في الفتنة، في أحداث الفتنة. عند مقتل عثمان، عندما طلب الثوار من عثمان أن يتخلى عن السلطة، وعثمان استخدم الحجة بتاعته المشهورة اللي هي كيف أخلع قميصا ألبسانيه الله. فمن هذه اللحظة بدأنا ندخل في السياسة باعتبارها منصبا إلهيا. باعتبارها منصبا إلهيا. الله هو الذي عين وليس الناس كما كان الأمر عند أبي بكر في طيب الحل دكتور علي، لأن وقت البرنامج للأسف الشديد مشاهدينا كان فيه طبعا تقرير بعد النشرة ووقتنا تقريبا انتهى، فالسؤال الإجابة عليه بنعم أو لا. بناء على أن الإمامة تتحكم في السياسة وخلط الدين بالسياسة والكلام ده كله، ترى حضرتك أن الحل في الفصل ما بين الدين والسياسة اللي هو بيتقال عنه مصطلح تم تشويهه من قبل تيار الإسلام السياسي، مصطلح العلمانية، فصل الدين عن السياسة، هل ده هو الحل؟ قبل حتى الفصل يا أستاذة، ما هو في تجارب حصلت في الفصل. يعني في تجربة حصلت داخل الإسلام، تجربة تركية تمام حصلت، وتركيا دولة علمانية، والتجربة التونسية إلى حد ما، ومصر قبل ما يعني ما يحصل اللي بيحصل فينا ده بقى هو المسألة في الحقيقة محتاجة بشكل كبير إلى شكل آخر من الفهم، إلى شكل آخر من التفكير في الدين وفي السياسة معا. احنا محتاجين نفكر بشكل مختلف عن الذي وصلنا والذي اختزناه في ذاكرتنا التاريخية. نريد تفكيرا من نوع مختلف في المسألة السياسية وفي المسألة الدينية، اشتباكات بينهما، وتكون كفيلة على فكرة بتحرير الدين من قبضة السياسة. لأنه المشكلة إنه وتحرير السياسة بطبيعة الحال من قبضة الدين. في الغالب في تاريخ المسلمين السياسة هي التي مارست قبحا كثيرا، وهي التي وظفت وبالتالي من أجل الدين تقصد نفصله عن السياسة تمام. أنا بشكرك شكرا جزيلا. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور علي. مبروك. فصل الدين عن السياسة مش بس من أجل السياسة لكن من أجل الدين شخصيا، اللي قال عنه رئيس الجمهورية أنه أسمى وأرقى من أن يتم اختباره في أي تجارب بشرية ويتم الحكم عليه بالنجاح أو بالفشل. أنا بشكر دكتور علي مبروك أستاذ الفلسفة الإسلامية في جامعة القاهرة، شكرا جزيلا. وبشكركم مشاهدينا، وانتظرونا الأسبوع المقبل مستمرين في إثارة الجدل على شاشة المصرية.
موعد آذان العشاء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن